يا مساء الخير. راح نسوي اليوم بتيفور العيد بطريقة مرة سهلة، مكونات مرة بسيطة. أول حاجة احتجت 400 جرام زبدة باردة من الثلاجة، وأضفت عليها سكر باودر. استخدمت الجاهز، أتأكدوا أنه مكتوب عليه سكر 100% من غير أي إضافات، وخفقتهم إلين ما وصلت للقوام الكريمي هذا. بعد كده راح أضيف البيض بالتدريج، يكون بحرارة الغرفة. وبعد كده أضفت الفانيليا، تقدر تستخدموا فانيليا باودر أو السائلة، ونرجع ننزل الجوانب ونخفقهم إلين ما يكون القوام كريمي بهذا الشكل. وبعد كده راح أضيف الدقيق دفعة واحدة. استخدمت الدقيق الكويتي، ما أستغنى عنه في الحلويات. وأول ما تتجمع العجينة راح نوقف العجن، ما راح نعجن كثير. وبعد كده راح أكتب لكم هنا رقم القمع المستخدم. ووزعت العجينة في الصواني، مهم تكون ضغطة يدكم متساوية، ودخلناها الفرن. راح أكتب لكم كمان درجة الحرارة. وهنا كنت حابة أوريكم كيف ضغطة يدي فرقت في الحجم من أول صينية عن ثاني صينية. استخدمت هذه الشوكولاتة في التزيين، تقدر تستخدموا أي نوع تفضلوه. وتكتلت معاي شوية، بس أضفت لها ملعقتين زيت وذوبتها تمام. وراح نبدأ نحشي. ومهم كمان إننا نختار حجمين البتيفور بنفس المقاس عشان يتطبقوا كويس على بعض. وهنا كمان استخدمت حشوة ثانية، هي كريمة اللوتس مع بسكوت لوتس مطحون. وراح أكتب لكم كمان معلومات مرة مهمة تطبقوها وأنتوا تسووا البتيفور، راح أكتبها في صندوق الوصف، يا ريت تنتبهوا لها. وعليكم بألف عافية، ولا تنسوا تشاركوا الوصفة مع الأهل والأحباب.